الانتخابات التشريعية لماي 2017 هي صور دائما تبقى صور تاريخية يشهد لها الجميع، صور تاريخية لتأدية رئيس الجمهورية لحقه وواجبه الوطني. إذن القاضي الأول للبلاد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في هذه الأثناء أدى واجبه الانتخابي برفقة عائلته، أقول بمدرسة البشير الإبراهيمي بأعالي العاصمة بالأبيار. هي صور مما يكون هي صور تاريخية، لأن الشخص هو رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. هي صور تاريخية تبقى وتعود في كل مرة لتفرض نفسها أمام الرأي الداخلي والرأي الخارجي أيضا. إذا أمام أعين الصحافة الوطنية والدولية هذا هو رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية السيد عبد العزيز بوتفليقة القاضي الأول للبلاد، يؤدي واجبه الانتخابي ككل مواطن جزائري يتمتع بحقوقه المدنية، يقوم بواجبه الانتخابي ويختار هو أيضا ممثله في المجلس الشعبي الوطني في انتخابات ماي 4 من ماي. طبعا هذه الصور سيد احمد مشاهدينا الكرام هي الصور التي تنقلها قناه زال. نعم، اذا كما تابعنا سيد احمد رئيس الجمهوريه عبد العزيز بوتفليقة. نعم زميلتي السيد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أدى واجبه وحقه الانتخابيين، والآن هو يغادر مدرسة البشير الإبراهيمي بالأبيار بالعاصمة وسط تغطية صحفية